دنيا باطمة تشعل الأجواء رفقة اللبناني رياض العمر بحفل زفاف ببوسكورة. لنتعرف على التفاصيل بالفيديو. أشعلت الفنانة المغربية دنيا باطمة الأجواء رفقة الفنان اللبناني رياض العمر بحفل زفاف ببوسكورة. وقد أدت دنيا باطمة مختلف الألوان الغنائية المغربية الشعبي، الغيوان، الراي وغيرها، وقد تفاعل معها الحاضرون. وكما أدت وصلات رقص رفقة العروس، وحضرت دنيا باطمة مرتدية القفطان بلون أسود وتركت شعرها منسدلا. ويذكر أن دنيا باطمة قد أطلقت جديدها أغنية سينجل بعنوان زيديني، والتي وصلت ل 300 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة. وكانت طوندونس بمختلف الدول العربية على رأسهم بالمغرب كانت هي الأولى، وبالجارة الشرقية كانت رقم 13 في الطوندونس. ودنيا باطمة فرحة بهذا الإنجاز، وقد خلفت الأغنية إعجاب منقطع النظير بالنسبة لفانز دنيا باطمة. فبالنسبة لهم بهذه الأغنية قد عادت إلى المسار الصحيح بإنتاج هذه الأغنية التي أبدعت فيها دنيا وأبانت عن إمكانيات صوتها بعد اختيارها الأخير الغير الموفق قبيل إصدار جديدها بإعادة غناء أغنية الجزائري موح ميلانو. وباختيارها هذا وضعت نفسها بين نارين: نار الجزائريين الذين استغلوا إعادتها لأغنية ابن جلدتهم وأعطتهم فرصة لينفسوا عن مرضهم الذي ينخر فكرهم، والمدعو المغرب ليتهموها بالسرقة رغم أنها كتبت بالبند العريض أنها كوفر لأغنية غزالي لصاحبها موح ميلانو. وادعوا أن المغاربة عايشين بغناء أغانيهم، وعلى العكس فهم من يعيشون ويسترزقون ويتنفسون بكل شيء مغربي، سواء اللباس، العادات المغربية، الثقافة المغربية، الأكل المغربي، الموسيقى المغربية. فكل القصائد المغربية أعادوا غناءها حتى أصبحوا يظنون أنها لهم. وبين نار المغني الذي لم يخسر على دنيا باطمة إلا أن راسل اليوتيوب لتقوم بحذف الأغنية، وقال في لايف أنه ليس هو الذي حذفها بل صاحب الحقوق، وأن له الشرف أن أي مغني يعيد غناء أغانيه. فيما ادعت دنيا باطمة أنها هي من قامت بحذفها عبر ستوري على حسابها الرسمي على الانستغرام، وقالت أنه لا يشرفها أن تكون أي أغنية غير مغربية على قناتها، وستكتفي بنشر الأغاني المغربية فقط.